وساعتها استعان بالشيخ غراب. الشيخ غراب طبعا قال له ان الحارس بتاع المقبره دي عايز كبش فدا، او عايز قرابين تتقدم له. طيب يا شيخ غراب، تفتكر مين؟ ساعتها قال للسيد ان لازم اللي يفتح المقبره دي يكون حد من دمك. طبعا سيد من كتر الفقر، من كتر العيشه اللي هو عايش فيها، فكر فكر بجد صعب قوي. فكر ان هو يقدم حد من ولاده قرابين علشان يقدر يفتح المقبره. متخيلين يقدم حد من ولاده قرابين عشان يفتح المقبره؟ وفعلا سيد من كتر الجنون، ومن كتر ما ان هو كان نفسه يبقى معاه فلوس كتير قوي، كان عنده ولد اسمه حسين. الولد ده كان عنده مشاكل في القلب، وكان تعبان قوي. وساعتها جاب حسين وقال له انا عايزك تنزل تحفر معايا. فاطمه مراته قالت له انت واخد الولد ورايح بيه على فين؟ قال لها مالكيش دعوه انت، خليكي على جنب، انا عايز حسين، وحسين راجل وهيقف جنب ابوه. وحسين قال لها يا ماما في ايه المشكله، هساعده. وفعلا خد حسين ودخله للشيخ غراب. وبعد ما دخله للشيخ غراب، الشيخ غراب قال للولد انت اللي عليك العين، انت هتبقى سبب فرحه كبيره قوي للعيله دي. ساعتها مراته دخلت عليهم، قالت له انت ناوي تعمل ايه بالولد؟ قال لها مالكيش دعوه انت، انت مش عارفه الولد ده هيبقى كنز بالنسبه لنا ازاي.